السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في قناة ماما لايف ستايل. صباح الفل وصباح التفاؤل. النهاردة هنتكلم عن إزاي نحب بيتنا وشغلنا ونستمتع قوي بتفاصيل يومنا وحياتنا من خلال ملخص كتاب اتبع قلبك تجد هدفك في الحياة والعمل للكاتب أندرو ماثيوز. الكتاب مترجم باللغة العربية، نشر سنة 2020. أما بقى النسخة الإنجليزية Follow Your Heart نشر سنة 1997. فكرة الكتاب إن السعادة مش إنك تعيشي من غير مشاكل أو صعوبات، لأن ده صعب جدا ويكاد يكون مستحيل، لكن السعادة في إنك تعيشي بحب وبشغف في كل تفصيلة في حياتك، لأن ده سهل جدا ومتاح. فكرة الكتاب كمان إننا نكتشف شغفنا، مش علشان نشتغل بيه ونشتغل اللي بنحبه والفكرة اللي هي السائدة دي، لأ، بنكتشف شغفنا علشان ندخل الشغف بتاعنا في كل تفصيلة في حياتنا. يعني ندخل الشغف بتاعنا في بيتنا، في إننا بنعمل الشغل بتاعنا وإحنا مستمتعين بيه، بنعمل حاجات كتيرة قوي في حياتنا وإحنا راضيين عن نفسنا، فبالتالي بنبقى راضيين قوي عن بيتنا وعن شغلنا. طيب إزاي نعمل ده؟ إزاي ندخّل الشغف بتاعنا والحاجات اللي إحنا بنحبها جوّه شغلنا في البيت، وجوّه شغلنا في الشغل بتاعنا العادي اللي ممكن يكون شغل إداري بحت وشغل ما فيهوش أي نوع من الاستمتاع. إزاي تدخّلي الشغف بتاعِك في كل الحاجات دي وتستمتعي بيها بشكل كبير. أنا هاقول لكم على شوية أفكار كده، وهانقل لكم برضه الأفكار اللي اتقالت في الكتاب. هاقول لكم على شوية أفكار أنا جرّبتها بنفسي. إننا يعني أولًا كده لازم نكتشف الشغف بتاعنا، لازم نعرف إحنا بنحب إيه، وإيه الحاجة اللي إحنا بنستمتع بيها جدًا، جدًا وإحنا بنعملها. ما ينفعش تعيشي حياتِك كلّها وتموتي وأنتِ مش عارفة أنتِ بتحبي إيه. إيه الحاجة اللي أنتِ بتستمتعي بيها؟ هواية معيّنة، حاجة كده بتاخد منِّك تفكيرِك، وممكن تقومي تعمليها وتقعدي بالساعات وأنتِ مستمتعة بيها جدًا. اكتشفيها عن طريق تشوفي أنتِ كنتِ بتحبي تعملي إيه أوي وأنتِ صغيرة، إيه الحاجة اللي أنتِ كنتِ بتحبيها وبتستمتعي بيها جدًا وأنتِ بتعمليها. ده هيساعدِك أوي. اسألي الناس أنتِ متميزة في إيه، إيه الحاجة اللي هُم شايفينِك، الناس طبعًا القريبة منِّك أوي، إيه الحاجة اللي هُم شايفينها فيكِ أنتِ موهوبة فيها جدًا. ده برضه هيساعدِك جدًا. المهم إنِّك تكتشفي الشغف بتاعِك وتشوفي الحاجة اللي بتحبيها، سواء بقى القراءة، سواء مثلًا البحث، إنِّك بتحبي تبحثي عن حاجات معيّنة، الأشغال اليدوية، الرسم، التفصيل، الكروشيه، أيًا كانت بقى الحاجة اللي أنتِ بتستمتعي بيها وبتحبيها جدًا. إزاي بقى ندخّلها في تفاصيل حياتنا؟ أول حاجة، وأنا مجرّبة كذا حاجة من الحاجات اللي أنا هاقولها لكم دي، أول حاجة تدخّلي ما بين الشغف بتاعِك ده وشغل البيت. وأنتِ بتعملي شغل البيت اسمعي حاجة، بلاش تتفرّجي، اسمعي حاجة أنتِ بتحبيها أوي جدًا ومناسبة للشغف بتاعِك. اسمعي مثلًا كتاب صوتي لو أنتِ بتحبي القراءة، اسمعي مثلًا حاجة عن التفصيل وحاجة عن الأشغال اليدوية. عادي جدًا، في حاجات ساعات بتبقى نظري خاصة بالمجال ده، واحدة مثلًا بتحكي تجربتها أو حاجة، اسمعيها وأنتِ بتعملي شغل البيت. هتحبي شغل البيت وهتحبي بيتِك جدًا. لو أنتِ مثلًا بتحبي التفصيل والخياطة، اعملي حاجات جوّه البيت بتاعِك، فصّلي ملابس ليكِ وملابس لأولادِك، اعملي مفارش للسرير. الحاجات دي برضه هتحببِك أوي في بيتِك وفي الوقت اللي أنتِ بتقضّيه وأنتِ بتعملي الحاجة دي ومستمتعة بيها. حاجات كتيرة، الرسم مثلًا برضه دخّلي الرسم في بيتِك واعملي لوحات وطابلوهات مثلًا ممكن تتحط في البيت. مثلًا أشغال يدوية، اعملي حاجات فنية وحطيها في البيت. أيًا كان الحاجة اللي بتحبيها، اعملي حاجات خاصة بيكِ وروحِك فيها كده، وتفاصيلِك اللي أنتِ بتحبيها موجودة في العمل الفني اللي أنتِ بتعمليه ده، وتحطيها في بيتِك. ده هيحببِك أوي في البيت وفي تفاصيل حياتِك.
طيب إزاي ندخّل الشغف بتاعنا في شغلنا؟ إحنا عارفين إن أحسن شغل ممكن تكوني بتعمليه في حياتِك إنِّك تشتغلي في مجال شغفِك، يعني لو أنتِ بتحبي القراية واشتغلتِ في مجال بيخلّيكِ تقري كتير وبيخلّيكِ تتعاملي مع الكتب كتير، ده قمة الاستمتاع. لو أنتِ بتحبي الرسم وبرضه اشتغلتِ في المجال ده، ده قمة الاستمتاع. لكن لو إحنا ما قدرناش نعمل ده يعني صعب إن إحنا نعمل ده، أو مش مستحيل ولا حاجة، كل حاجة جايزة عادي، بس مش كلنا نقدر نشتغل ونجيب دخل كويس بالحاجة اللي إحنا بنحبها. طيب لو أنتِ مضطرة لعمل معين مثلًا، عمل إداري بحت، أنتِ بتقعدي مع نفسِك كده تعملي حسابات وحاجات معقدة، ممكن برضه وأنتِ بتعملي ده تسمعي حاجة مش محتاجة إجهاد أوي في الفكر، يعني إنِّك تفكّري فيها، تسمعي حاجة بتحبيها. تمام، لو مش متاح ده ممكن كمان تعملي الشغل بتاعِك ده وتدخّلي فيه تفاصيل كده من الشغف بتاعِك، تعمليه بتداخلات مثلًا فنية، تقري لو أنتِ بتحبي القراية، تقري في مجال شغلِك وتحاولي تطبّقي الحاجات الجديدة في الشغل بتاعِك، يعني دايمًا كده ابتكري وشوفي طريقة إنِّك تدخّلي مجال شغفِك وحُبِّك ده في مجال شغلِك ومجال شغل بيتِك، ده هيريحِك كتير جدًا، وهتحسي بالفعل إنِّك بتحبي حياتِك وبتحبي شغلِك وبتحبي بيتِك. طيب لو ده كمان مش متاح خالص إنِّك تدخّلي الشغف بتاعِك في الشغل بتاعِك، ما فيش أي مشاكل، حاولي برضه تعملي توازن وتمارسي الشغف بتاعِك ده جوّه البيت بتاعِك مع نفسِك في رُكنِك الخاص، في الوقت الخاص بتاعِك، ده على فكرة هيرضيكِ جدًا ويحسّسِك بالرضا عن حياتِك وعن بيتِك وعن شغلِك، حتى لو أنتِ بتعملي الشغل بتاعِك وأنتِ حاسة إنه بيضايقِك أو مش من الشغف بتاعِك، بس أنتِ كده رضيتِ نفسِك خلاص وعملتِ الحاجة اللي بتحبيها، فأي حاجة تانية بقى حُطّي نيّة من وراها إنِّك مثلًا بتزوّدي الدخل بتاعِك، بتدخّلي دخل حلو لبيتِك، بتعرفي تعيّشي البيت بتاعِك في مستوى معيّن، فبالتالي ده هدف من ورا الشغل تقدري تكمّلي فيه، وتقدري برضه تمارسي الشغف بتاعِك مع نفسِك كده علشان تقدري تكمّلي حياتِك، ما تبقاش حياتِك كده ناشفة، هي شغل بس، شغل البيت بس وخلاص، لازم تكون فيها حاجة أنتِ بتحبيها، فيها حاجة أنتِ مستمتعة بيها، ده أقل حاجة، يعني إنِّك تحاولي تشتغلي في الشغف بتاعِك ده أعلى حاجة، لكن لو ما قدرتيش ما فيش مشاكل تدخّلي أو تعملي دمج ما بين الشغف والشغل، وما بين شغل البيت الشغف بتاعِك، ده ما فيش منّه مشاكل، ده الحل الوسط. أقل حاجة بقى ممكن تعمليها إنِّك تمارسي الشغف بتاعِك ده في البيت مع نَفْسِك، وبتعملي شغلِك بقى وشغل البيت وشغل العادي وأنتِ حابة حياتِك ومستمتعة بيها، لإنِّك رضيتِ نَفْسِك وعملتِ الحاجات اللي أنتِ بتحبيها. الكلام اللي أنا قُلته ده بجد من واقع تجربة عملية أنا مرّيت بيها، وعملت يعني كل الحاجات اللي أنا قُلت لكم عليها دلوقتي، وحاولت أشتغل بكل الطرق إن أنا أعمل الحاجة اللي أنا باحبها، أدخّل ال ال اللي أنا الحاجات اللي أنا باحبها في الشغل بتاعي، وعملت ده كله ونجحت فيه، وبجد باستمتع بكل تفصيلة في يومي، وكل تفصيلة في حياتي، لإني بارضي نفسي الأول، وباعمل الحاجة اللي أنا باحبها. الكاتب بقى قال شوية أفكار كده هاقول لكم منها الحاجات اللي أنا حاسة إنها ممكن تتطبّق في حياتنا. أول حاجة قال زي ما أنا قُلت كده إن الشغف لازم نحاول على قد ما نقدر نكتشفه ونحققه في حياتنا بأي شكل من الأشكال، بس أنا قُلت لكم بجد الأفكار اللي أنا قُلتها دي عملية من واقع حياتي أنا، هو الكاتب ما اتكلمش بالتفصيل ده، بس قال إن إحنا نحاول ندخّل الشغف بتاعنا ونحققه في كل تفاصيل حياتنا على قد ما نقدر. الفكرة التانية إن التغيير اللي بيحصل في حياتنا لازم نتقبله وكمان نفرح بيه، لأنه بيدينا فرصة للتجديد وإننا نتعرض لخبرات جديدة، لحاجات جديدة، فبيطور من عقلنا وبيطور من دماغنا وبيطور من أفكارنا. كمان قال الكاتب إننا نمنع الخوف إنه يدخل حياتنا،
لأنه بيمنعنا إننا نعيش حياتنا بطريقة صح، بيمنعنا إننا نجرب الحاجات الجديدة، إننا نحقق أهدافنا، إننا نسعى إننا ندور على الشغف بتاعنا ونحققه، لأننا دايما خايفين من التجربة وخايفين نجرب حاجات جديدة. نحاول نمنع الخوف تماما ونجرب حاجات جديدة، لأننا هنكتشف حاجات كتيرة قوي في حياتنا وفي قدراتنا وجوانا احنا ما كناش عارفين عنها أي حاجة. كمان أكد الكاتب إننا أما نشتغل على الشغف بتاعنا أكتر وأكتر، ده بيساعدنا على الإبداع، إننا يبقى عندنا دايما أفكار جديدة، نبتكر حاجات جديدة، مش لازم بس خاصة بالشغف بتاعنا، لا هيساعدنا إننا دماغنا تبقى شغالة وعقلنا دايما يبقى متطور، فبالتالي بنبدع أفكار جديدة خاصة بشغلنا وخاصة ببيتنا. كمان أكد الكاتب إن عادي جدا إننا نحاول نشتغل على حاجة معينة ونقع فيها ونحاول مرة تانية، وممكن نغير اتجاهنا ونحاول في اتجاه تاني وهكذا لحد ما نلاقي الشغف بتاعنا، أو نلاقي الحاجة اللي احنا مستمتعين بيها فعلا، ونلاقي سعادتنا في الحاجات اللي احنا بنعملها. ونحاول دايما كمان إننا نعمل توازن ما بين شغلنا وبيتنا والشغف بتاعنا وركننا الخاص ووقتنا الخاص اللي فيه كل التفاصيل اللي احنا بنحبها وبنستمتع بيها. هو ده الصح، وهو ده اللي هيحسسنا اننا عايشين، اننا نعمل التوازن ما بين حياتنا الخاصة والشغف بتاعنا والركن بتاعنا الخاص، وما بين شغلنا في بيتنا وشغلنا اللي ممكن يكون احنا مش بنحبه، الشغل التاني العملي اللي احنا مضطرين نعمله. بس ما تقوليش لنفسك كده، ما تقوليش انت مضطرة تعملي ده علشان تدخلي دخل مناسب، لا قولي انا ربنا هيساعدني وان شاء الله هقدر اعمل الشغل بتاعي ده بحب وبسعادة، لاني رضيت نفسي وبالفعل بعمل الحاجات اللي انا بحبها في الركن بتاعي الخاص في وقتي الخاص. كمان أكد الكاتب إننا نركز في اللحظة الحالية اللي احنا عايشينها قوي ونستمتع بتفاصيلها الحلوة، لأن أي تفكير مننا في الماضي أو في المستقبل بيسرق مننا اللحظة اللي احنا عايشينها حاليا، بيسرق مننا استمتاعنا باللحظات الحلوة والتفاصيل الحلوة اللي احنا المفروض نعيشها. بيخلي دايما عقلنا كده يعني مسروق كده مننا، متجه للماضي أو متجه للمستقبل، ومش عارفين نركز بالسعادة اللي موجودة في اللحظة الحالية. نحاول نركز فيها ونركز قوي في تفاصيلنا اليومية، علشان هي ده أو هي دي الحقيقة اللي بالفعل اللي احنا عايشينها. لكن طبعا الماضي خلص خلاص والمستقبل لسه مجاش، لسه يعني بإيد ربنا. فالحاجة الوحيدة اللي احنا نملكها وهي موجودة بالفعل وحقيقية هو الحاضر اللي احنا عايشين فيه حاليا، فنركز فيه ونركز في تفاصيله. ده الفيديو بتاعي النهاردة، ويا رب بجد الفيديو ينفعكم ويفيدكم. صباح الفل، صباح التفاؤل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.